السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، يوم جديد. يلا نشوف فيديو النهارده بيقول ايه. عايز اقول لكم النهارده كده كانت ماما تعبانه، ورحت حجزت لها بقى في العياده عند الدكتور. طبعا الدكتور ده يعني حاجه فوق الممتاز والله. انا اصلا بتعامل معاه تمام، يعني يعتبر الدكتور بتاعي دلوقتي حاليا وبقى بتاع العيله كلها. اي حد تعبان بودي عنده، يعني بسم الله ما شاء الله. بس المهم بقى هنا كانت مامتي تعبانه، فخدتها بقى وقلت لها تعالي بقى نوديك للدكتور وكده. فانا طبعا علشان في منطقه وهم في منطقه تانية، فرحت سبقتهم بقى، قلت لهم لا انا همشي. إيه، وقلق اختي تجيبها يعني وكده العياده. فالمهم بقى ايه، انا دخلت وخلصت وكتبت اسمهم وحجزت لهم دور وكل حاجه. هم ما يعرفوش بقى ان انا ايه، موجوده دلوقتي في العياده. فانا حجزت لهم ودخلت، قلت بقى للي على الريسبشن بره، قلت له لو سمحت ما تقول لهمش يعني ايه ان انا جيت وكده. فانا دخلت وقفت في البلكونه، واستبعدتهم بقى وقف اول ما جم. وهنا بص كنت مستخبيه في البلكونه انا والولاد. فهو دخل البلكونه بيعمل حاجه، فقلت له بص، اللي داخلين دول هيحجزوا بنفس الاسم اللي انا حجزت بيه، فقول لهم خلاص ما فيش مكان عشان يعني كده. فالمهم دخلوا. لا اختي قالت له ازاي يعني وكده، فقال لها بصي، حس ان هو يحصل مشكله يعني او قلق. قال لها بصي انا ماليش دعوه، خشي مشي كده جنب، يعني خشي الجنب ده كده على البلكونه، هتلاقي ايه، هتلاقي حد جوه. اسفه. بص جت بقى شافتني هنا، كشفت كده خلاص. خلاص خلصنا وكشفنا الحمد لله خير، الحمد لله. ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. يعني الموضوع برضو الحمد لله، ما نقدرش نقول كده، كل اللي يجيبه ربنا خير. هنا بقى كنت نزلت طبعا من العياده، لازم من اول ما انزل من العياده اي مرايه افضل واقفه قدامها شويه، عشان يعني ايه. هنا بقى كنت مستنيه ماما تنزل شويه، كانت تعبانه على فكره. وعشان انا كنت بصور بفلتر، وشها كان باين يعني ان هي، بس والله كانت تعبانه فعلا بجد، تعبانه جدا والله. بس الحمد لله. هنا بقى نزلنا الممر ده بقى طبعا بتاع الدكتور، لان هو الدكتور فين هقولكوا، في الممر بتاع فتح الله. تمام. حاولت ان احنا ندخل كده على اساس ان احنا نجيب العلاج من الصيدليه اللي هنا، فهم قالوا لا مش هنجيب من هنا، نروح نجيب من الصيدليه اللي عند البيت على طول، على اساس يعني لو في حاجه في العلاج بعد كده او في تغيير او في اختلاف يبقوا يبدلوا براحتهم، يكونوا قريبين. انما هنا بين العياده، بين الصيدليه وبين البيت كتير طبعا، فاحنا بنحاول ان احنا نجيب من اقرب صيدليه جنب البيت، علشان خاطر ميبقاش في مشكله او حاجه لا قدر الله في العلاج، فنبقى ايه قريبين يعني. بس وانا بخاف برضو اجيب من صيدليه بعيد عن العيادات، لان برضو اغلب الصيدليات اللي قريبه من العياده بيبقى الصيدلي عارف الدكتور عارف الصيدليه فيها ايه. يعني برضو دي مشكله يعني، بس الحمد لله بتعدي يعني. اي صيدليه قريبه من العيادات بتبقى عارفه الدكتور كاتب ايه وفاهمه، فاهمين يعني، قريبه من العياده فتعودت بقى على خط الدكتور، اتعودت على العلاج اللي الدكتور هيكتبه، اتعودت على كل حاجه. بس فهنا بقى لسه طالعين بقى من الممر، قلت لماما بما انك لسه تعبانه، ومع انها مش قادره تقعد والله، وقالت لي لا مش قادره تمشي، انا عايزه تركب وتمشي على طول. قلت لها لا تعالي فكي نفسك، تعالي نقعد شويه ايه. هنا بصوا الشارع، الناس بقى الجو حر، والناس بقى صيف، والناس بقى خارجه كلها تتمشى. طبعا هنا ميدان النافوره ده فتح الله زحمه جدا بقى طول الوقت، بقى من ساعه ما فتح الله فتح في المكان ده، وبقى المكان ده زحمة جدا يعني. فقلت لها لا ما تروحيش على طول كده، تعالي نقعد بس هنا عند الدوران بتاع النافورة شوية، نشرب حاجة، ناكل ايس كريم. بصراحة الايس كريم بتاع الراجل اللي هو اللي جنب اللي جنب فتح الله بالظبط تحفة، حاجة كده فوق التحفة. كمان انا بحب اجيب من عنده عصير، بحب الخروب بتاعه جدا، وبحب الايس كريم بتاعه تحفة. فحاولت برضو ان احنا ايه يعني، طبعا كل حاجة بتبقى راجعة للنفسية عامة يعني. فحاولنا ان احنا نخرج نفسيتها وكده وناخد نفسيتها كده نخرجها برا المكان، برا البيت يعني، بحيث ان هي ما تخرجش كتير برضه كده، فاهمين. بس فالحمد لله. هي هنا بقى قالت لي طب تعالي اشتري لكم فاكهه ولا اجيب لكم حاجه، كانت عايزه تجيب لنا اناناس وكده، قلت لها لا
بصوا بقى، خلاص خرجنا وقعدنا وخلصنا. روحت البيت بقى لقيت بيلا بصوا زعلانة وعمالة تعيط وقهرانة ان احنا ازاي سيبناها وما خدناش معانا. بصوا، بصوا عمالة تعيط وعمالة تعمل كده وصوتها وبتاع، وعمالة تعيط وتدمع. قلت لها لا خلاص، ده أول وآخر مرة أسيبك، على أساس إن أنا كنت كل ما بخرج طبعا بخرج الولاد باخدها معانا، هم عاملين لها شنطة كده بياخدوها فيها. فآخر مرة بقى راحت نطة من الشنطة ضايقتني بقى. قلت لها لا خلاص مش واخداكي معانا، انت كبرتي. كانت جايه صغيرة، قلت لها لا انت كبرتي وعرفتي الدلع وكده، لا ما ينفعش. بس كان فيديو بسيط، يا رب